نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليثي. والنهاردة هحكي لكم حكاية مستشفى أيادي المستقبل. مستشفى أيادي المستقبل مستشفى علاج الأورام لغير القادرين، موجود في اسكندرية، بيعالج المرضى بالمجان. المستشفى دي تابعة لجمعية أيادي 4040. زرتها كتير جدا الحقيقة، وسعيد وفخور بيها. صرح طبي كبير وراه حكايات كتيرة جدا هنبدأ نتكلم فيها من النهاردة وعلى مدار الحلقات اللي جاية. حكاية أيادي حكاية تستحق الاحترام والتقدير. ومعانا دلوقتي الأستاذ علاء ضاحي، مدير عام إدارة تنمية الموارد في جمعية أيادي 4040. أستاذ علاء أهلا بيك، وأنا سعيد وفخور باللي انتوا بتعملوه. احكي لي بقى، نبدأ منين حكاية مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان؟ مساء الخير يا دكتور، يا رب تكون حضرتك بخير. واولا بشكر حضرتك لإتاحة الفرصة لينا كجمعية أيادي 4040. انا هبدأ مع حضرتك بكلمة ان انا احكي حضرتك من النهاردة على مدار الفترات الجاية، الحلقات الجاية، من حيث بدأنا الى حيث وصلنا الان. وده الغرض اللي الناس لازم تعرفوا، ان وجودهم معانا ان احنا استمرارية مش النهاية. فجمعية أيادي بدأت كفكرة في 2001. الجمعية اتعملت بمجموعة من المؤسسين من رجال الأعمال المحترمين في اسكندرية، وكانت الفكرة عندهم ان هم ازاي يشيلوا المعاناة عن المرضى الأورام اللي غير القادرين، ويكون العلاج بالمجان. واهم حاجة اتحطت نصب اعينهم مش العلاج بالمجان وخلاص، لا، المعاملة، النظافة. المستشفى تم تأسيسها وبقت على أرض الواقع في يناير 2005. لما بدأنا اشترينا أول جهاز للعلاج الإشعاعي، كان ثمنه وقتها 10 مليون جنيه. طبعا المبلغ ده في وقتها طبعا كان ضخم جدا، وكان الغرض ان احنا مش هنعالج فقط فئة معينة، يعني فئة عمرية، لا، احنا حضرتك بنعالج سيدات ورجال وأطفال. فده أهم حاجة كانت قامت عليها الجمعية، اللي بالتالي زي ما بقول لحضرتك أسست وبنت المستشفى. في حاجات كتيرة واجهناها من الفترة دي لغاية النهاردة واللي جاي بإذن الله، ان احنا دايما بنواجه التحديات اللي موجودة في المجال الطبي الخاص بعلاج الأورام. وحضرتك عارف طبعا فكرة كلمة العلاج للغير القادرين بالمجان، مش غير القادرين للعلاج فقط، هم غير قادرين على المعيشة من الأساس، يعني ما عندهمش أصلا ثمن الحياة اليومية العادية. فبالتالي ده كان الأساس لقيام الجمعية اللي أسست وبنت المستشفى. كده يا دكتور أنا حابب أشكر حضرتك تاني ولثقتك فينا ولدعمك المستمر لأيادي 4040. أتمنى من السادة المستمعين إن هم يساندونا ويتفهموا دورنا في المجتمع. وبشكر حضرتك، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا. بشكر جدا الأستاذ علاء ضاحي، مدير العام إدارة تنمية الموارد في جمعية أيادي 4040. ولسه هنكمل معاكم في كل حلقة حكاية أيادي. نفتح سوا